ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض اكل الغدا حلو قوي ومفيده جدا. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب طماطمتين، هنجيب بصلة هنقطعها شرايح، هنقطع كل حاجة شرايح، وهنجيب فلفل هنقطع شرايح، والبطاطس كمان هنقطعها شرايح زي ما انت حابة. انا عاملة اتنين، لو انت عاوزة تكتري عاوزة تقللي بس هتقللي في ايه اعملي اتنين او تلاتة زي ما انت حابة يعني. تمام كده. وبعدين هجيب ليمونة، هنجيب ليمونة هنبشرها كويس في المشرة بتاعتنا علشان خاطر تدي لنا ريحة في الأكل وفي الفراخ. طبعا لو انت مش حابة مفيش أي مشكلة، بس أنا بتدي طعم حلو قوي. وبعد كده طبعا هنمسك الفراخ بتاعتنا اللي احنا مقطعينها، دبابيس بقى، وراك، رجول، رقبة، أجنحة زي ما انت حابة. ده طبعا توابل فراخ، حاطط كمون وبهارات ومعلقة من الزيت أو معلقتين علشان خاطر الفراخ فيها زيت مش محتاجة يعني، بس أنا حطيت يعني ايه حوالي معلقتين. وطبعا انا حطيت كركم. الكركم ده بيخلي للاكل في نفس كده وفي شكل حلو كده، وعلشان الشوربه تطلع شكلها حلو معانا. طبعا هنتبلها كويس زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر التتبيله تدخل في الخضار وفي الفراخ تبقى كويسه معانا. طبعا هتحط طبعا المعيار بتاع الميه بتاعك، مفيش فيه اي مشكله خالص. انا كترت في الميه علشان خاطر يطلع معايا شوربه كويسه، علشان خاطر لو انت عندك اطفال ولا حاجه. طبعا زي ما انت شايفه كده انا حاطط رقبه، وحطيت رجول، مفيش فيه اي مشكله خالص ولا اي حاجه. تضيف اي حاجه انت حباها. وبعد كده هتجيبي معلقه من الزيت، معلقه من السمنه، هتضيفي الشعريه بتاعتك هتحمريها كويس، تاخد اللون الاحمر الحلو ده او الذهبي. وبعد كده هتضيفي الرز بتاعك اللي انت غسلتيه كويس. ويا جماعه انا البنات اللي بتقول الرز بيتعجن مني، انا الرز الحمد لله عمره ما اتعجن مني. وانا اساسا بعمل الرز بالميه العاديه، ميه الحنفيه العاديه. انا عمري في حياتي ما سخنت ميه خالص. طبعا ده اختياري، في ناس كتيره بتسخن ميه وفي ناس بتعمل من الميه الحنفيه عاديه. طبعا ممكن تجربيه من الميه الساقعه وتجربيه كده، وان شاء الله هيطلع معاكي كويس مش هيتعجن منك ولا اي حاجه. وطبعا ده الرز طبعا خلاص كده الميه نشفت منه، فاحنا طبعا هنهدي عليه النار شويه علشان خاطر يعني ايه سوا براحته بقى. عشان لو في حبايه نيه ولا حاجه تستوي وخلاص على كده. دي شكل الصينيه بتاعتنا، شايفين المنظر شايفين الشكل. طبعا الرز بتاعنا خلاص كده استوى وعاد كويس وعاد زي الفل الحمد لله، ما شاء الله. شايفين بقى الجمال وشايفين الشوربه كفايه، بس الشوربه والشكل بتاعها كل حاجه متحمره قدام منه وكل حاجه طالعه زي العسل الحمد لله. طبعا اتمنى بدعوة حلوة منك، اتمنى بلايك اشتراك للقناة وتفعل لي زر الجرس علشان خاطر يوصل لك كل جديد. مع الف سلامة، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.